مملكة الجن. زي ما في عالم للإنس في عالم للجن، وعالم الجن له ملوك. كل ملك من الملوك له وظيفة وله يوم معين يطلع فيه أو يحضر فيه. أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. الملك الأول وهو إبليس، وهو اسمه طاووس الملائكة، وهو رمز الشر في عالم الجن، وهو يعتبر بيحكم أكبر عشيرة من الجن السفلي، وهو أشد أعداء الإنسان، وهو كمان أخطر ملوك الجن. أبنائه: الأول صاروخ، مفيش أي جن يقدر عليه. الملك الثاني الملك الأحمر، وهو اسمه المجبة، وهو الخادم الرئيسي ليوم الثلاثاء، وهو دايما السحرة بتحضره يوم الثلاثاء، وهو تاني أكبر ملوك مملكة الجن بعد إبليس. أما الملك الثالث الملك المذهب، وهو من أصول عربية، اسمه الحقيقي أبو سعيد عبد الله المذهب، ويقال عنه بيحكم 300 قبيلة من مملكة الجن، ومعروف عنه إنه بيحول التراب إلى ذهب، ويقال أنه يسكن في الخليج العربي تقريبا بالقرب من المملكة العربية السعودية. أما الملك الرابع شمهورش أو سمهورس، وهو من أكبر ملوك الجن سنا، وهو قاضي في مملكة الجن، وهو دوره يحكم في مملكة الجن، وهو صعب جدا في التحضير، وهو الوحيد بعد إبليس يقدر يدي أوامر للجن تنفذ طلباته. أما الملك الخامس الملك الأبيض، وهو نائب شمهورش، يعني هو نائب قاضي قضاة الجن، ويقال إنه يعتنق الديانة الإسلامية، وهو واحد من أقوى ملوك مملكة الجن. أما الملك السادس اسمه ميمون أبانوخ. الملك ميمون أبانوخ هو من أقوى ملوك مملكة الجن، واللي بتسكن الأحجار الكريمة، واللي بيعتمد عليه المعالجين الروحانيين في الأحجار الكريمة. معروف إنه قوي جدا وشرس، ويقال أنه يسكن في العراق تحديدا في بابل. أما الملك السابع الملك طارش، وهو يعتمد عليه السحرة في البحث عن الكنوز، وهو ملك أفراد الجن اللي بيعيشوا معانا في البيوت، وكمان هو ملك كنوز الأرض، لذلك السحرة بتحضره للبحث عن الآثار المخفية في باطن الأرض. أما الملك الثامن الملك بركان، ويسمى بأبو العجائب أو صانع المستحيل، ويقال إنه جن مسلم، وكمان يلقب بفارس الإسلام، ويقال إنه أذكى ملوك الجن، ويقال إنه الأسامي دي هي ملوك الجن، وهي اللي موجودة في كتاب شمس المعارف وكتاب العزيف وكتب